قال رحمه الله تعالى: باب في فضل عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، واستشهد في سبيل الله في غزوة أحد. وفي هذا الحديث يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أصيب أبي يوم أحد، أصيب أبي يوم أحد، فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وجعلوا ينهونني عن ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وأيضا عمة جابر التي أخت عبد الله بن عمرو واسمها فاطمة جعلت تبكيه، قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو أي عمة جابر وأخت عبد الله تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، تظله بأجنحتها. قال أهل العلم: فرحا به ورفع روحه رضي الله عنه وأرضاه. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك، قال له: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم الله أباك كفاحا، كلم الله أباك كفاحا. ومعنى كفاحا أي مواجهة، ليس بينه وبينه حجاب أو رسول. فقال أي الله عز وجل في كلامه لعبد الله بن عمرو، قال له: يا عبدي تمن، يا عبدي تمن. ما الذي تتمنى؟ تمنى علي أعطيك. قال: يا رب تحييني، قال: يا رب تحييني فأقاتل فيك ثانية، أنه رأى ثمرة الشهادة في سبيل الله عز وجل وأثرها العظيم. قال: تحييني فأقاتل فيك ثانية، فأقتل فيك ثانية. فقال الرب: إنه سبق مني، أي القول، أنهم إليها لا يرجعون، أي الدنيا. قال: يا رب فأبلغ من ورائي، قال: يا رب فأبلغ من ورائي. وجاء في صحيح البخاري أن جابرا بعد 6 أشهر من دفن والده نبش قبره لينقله، احتاج إلى ذلك، والحديث في صحيح البخاري. فلما نبشه بعد 6 أشهر فإذا هو كما وضعه، يعني لم يأكل التراب شيئا منه. قال: غير أذنه، يعني شيء يسير في الأذن، وإلا الجسم بمدة 6 أشهر تحت التراب ما تغير كما وضعه في شكله وفي ليونته. نعم.